مخطوبة بقالي سنتين. مؤخرا خطيبي طلب مني الذهب بتاعه، قلتله ليه؟ قالي علشان عايز اكمل بقية حاجات لسه ما جبتهاش. قلتله طيب يا حبيبي انا هقف معاك وما عنديش اي مشكلة، بس هعرف بابا. قالي لا طبعا ما تعرفيش باباكي. قلتله طبعا مش هينفع، بابا هياخد باله. قالي لا ما انا هجيب لك مكانه دهب صيني، واكيد ابوك يعني ما دققش في الذهب قوي. قلتله هو فعلا ما دققش فيه. قال لي خلاص خليكي جدعة وقفي جنبي، كده كده الحاجات اللي انا هشتريها دي هشتريها في شقتنا يا حبيبتي. فكرت في كلامه، بس بيني وبينكم كده قلبي وجعني. انا طبعا مامتي متوفية وبابا متجوز، فقلت اسأل مرات ابويا يمكن تدلني على الطريق الصح. لما سألتها لقيتها بتقولي اديهوله عادي، ده الدهب بتاعه. قلت لها طيب هو مش عايزني اقول لبابا؟ قال لي عادي مش مشكلة، ممكن يكون محروج. فكرت في كلامها وبرضه قلت لا انا مش مطمنه وقلبي وكيلني. فطبعا حاليا انا مش عارفه اعمل ايه، اديله الدهب ولا لا؟ خايفه لو ما اديتهولوش يفتكرني مثلا طماعه او مش عايزه اقف جنبه. يا ريت تساعدوني. أنا يتيمة الأم والأب، عمري 17 سنة، اللي رباني جدي. أنا ليا أخت أكبر مني ب7 سنين، أختي دي متجوزة ابن عمي. أختي كانت حامل وهي بتولد اتوفت. وطبعا بعد ال40 لقيت جده بيكلمني وبيقول لي يا بنتي انتي أولى ببنت أختك. قلت له ماشي يا جدي، ده على عيني، ده لو ما شلتهاش الأرض هشيلها فوق راسي. أنا مش هتجوز وهربيها، أنا ما بقاش ليا غيرها، لأن طبعا أنا ما كانش ليا غير أختي دي. وبعد وفاة أمي وأبويا أنا كده ماليش حد غير جدي وولاد عمامي. وطبعا معاملتهم ليا مش أحسن حاجة علشان أنا بنت. لقيت جده بيقول لي انت هتتجوزي ابن عمك علشان تربي بنتك، انت كده كده مش هتتجوزي لأن أختك أمنتك إن بنتها دي أمانة عندك لحد ما تقابليها. قلت له وانا بعيط يا جدو ده جوز اختي وانا اصلا مش عايزه اتجوز، انا هقعد خدامه تحت رجلين بنت اختي. لكن ان انا اتجوز واقعد مكان اختي ده استحاله ان انا استحمله. قال لي انت هتعملي كده غصب عنك مش بمزاجك. وطبعا انا حاليا بفكر اني اهرب، بس مش عارفه اروح فين، يا ريت تساعدوني.